يعجبكم. طبعا خلصنا اكلات العيد اللذيذة ودخلنا بقى على اكلات المطاعم. النهاردة هنعمل فكرة حلوة جدا، ويعني ان شاء الله تعجبك وهتطلعي منها كمية مش بطالة. يلا كده نقول بسم الله ونشوف عملنا الاكلة اللذيذة بتاعتنا دي ازاي. حاجة كده بصوا مش هتحتاجي فيها غير شوية دبابيس فراخ وكمان كده نص كيلو من البطاطس. يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. دايما بحب ابدأ كلامي معاكي بالصلاة على النبي، صلي وبلاش تبخلي. عندي هنا كيلو من دبابيس الفراخ، وعندي هنا كمان طماطم، جزر، بصل، اي حاجة ممكن تنكهها بها الفراخ، توم وفلفل وورق لورو وحبهان، فلفل اسمر وملح، بهارات فراخ وجنزبيل. هنحط كل الحاجات دي في المية بتاعتنا كده بعد ما بتكون غلت. زي ما قلت لك اي حاجة موجودة عندك هتنكهي بيها الفراخ ضيفيها، وهنبدأ نسقط فيها كده الدبابيس بتاعتنا. طبعا بنكون غسلينها كويس جدا بخل وملح وليمون وشوية كده من الدقيق، ونقعينها مش اقل من من ساعتين. ولو انتي محتفظة بيها في الفريزر طبعا بتكوني غسلاها ومنضفاها بعدها. بنسيبها كده بقى لغاية ما تستوي خالص، هتستوي يعني هتتهرى يا جماعة. تمام. عندي هنا بقى كده نص كيلو من البطاطس. كل اللي هعمله هغسله كويس جدا وهسيبه بالقشر بتاعه. هحط له معلقه من الملح وهرفعه على النار هو كمان لغايه ما يستوي حلو جدا جدا جدا. دلوقتي بقى بعد البطاطس بتاعتي ما استوت كده وقشرتها، عندي هنا الدبابيس بتاعتي كمان خلاص استوت. عندي هنا بقى 5 معالق من الدقيق، معلقتين من النشا، توم باودر، بصل باودر، ملح مشكل، بابريكا، شطة، كركم، كاري، فلفل اسمر، وجنزبيل، بهارات فراخ، كل حاجة كده ربع معلقة. وعندي كمان 2 حبايتين من البيض. هنمسك البطاطس بتاعتنا ديت، انا بفضل ان انا اكسرها يا اما بالهراسة يا اما بالمعلقة. ما بحبش بصراحة اضربها في الكبة، لانك لما بتضربيها في الكبة بتتهرس زيادة عن اللزوم. انا مش عايزاها، لا انا مش عايزة كده. انا عايزة احس لما نكون بناكل تحس كده بطعم البطاطس وبطعم الفراخ، يعني بتفرق جدا جدا في الطعم. وبضيف البيض بتاعي بقى وبضيف كل حاجة كده على بعضها، وبعدين بشيل طبقة الجلد اللي هي موجودة دي، وببدأ كده اقطع الفراخ بتاعتي قطع كويسة كده، او يعني بنقطعها خالص. هي طبعا الفراخ هنا مستوية خالص بس بصراحة كانت لسه سخنة جدا. وبمسكها بقى اهرسها كده. وعندي هنا كورن فليكس بمسكه كده الاول اطحنه في المطحنه عشان يكون ناعم معايا. وعندي ميه ببدا اخد كده كور من الخليط اللي احنا عملناه ده، وبكورها بالمنظر ده كده. يا جماعه مش هينفع خالص خليط من اللبن او البيض تقلبيه في الفراخ، لا لازم يكون ميه. الميه هي اللي هتساعدك جدا جدا يعني ان انت تلفي الفراخ بتاعتك دي كده. وببدا احطها كده في الكورن فليكس بتاعي وبقلبها كويس جدا، وبركنها على جنب وبسيبها موجوده معايا في الصينيه. وبرجع اعيد المرحله تاني، بجيب العظمه، طبعا بكون نضفت العظمه من كل اللحم اللي موجود فيها. وببدا اخد كده يا جماعه الكميه بقى اللي انت تحدديها، عايزه حته كبيره عايزه حته صغيره زي ما انت عايزه. على فكرة ممكن تعملي الموضوع ده برضك بصدور الفراخ وتكوني محتفظة بالعظم بتاع الدبابيس ده في الفريزر. يعني ممكن تحوشيه مش بيحصل له اي حاجة خالص، بس لازم تكوني محتفظة بيه في الفريزر. وتبدأي كده لمي بصي وتعالي من تحت وساوي ساوي بالمنظر ده عشان نقفل على العظمية خالص، تقوم ان هي تفضل معانا متماسكة كده وحلوة. جربوا الاكلة دي بتعجب الولاد جدا بصراحة والله. وطبعا كلكم عارفين الحاجات دي بتتباع في كنتاكي والمحلات الاكل اللي بره غالية جدا. بعد ما خلصت الفراخ بتاعتي بالمنظر ده كده، باخدها طبعا احطها يا اما في الفريزر يا اما بحطها على رف التلاجة لغاية ما ابدأ اجهزها او ابدأ اقليها. ممكن تحتفظي بيها في الفريزر في اطباق فل وتغطيها وتسلفيها وتخليها بس على على ميعاد الاكل مش اكتر. هنعمل بقى جنبها كده شوية رز كده بالجزر والبصل، يعني حاجة تعجبك خالص. عندي الحلة بتاعتي سخنتها كويس جدا، وحطيت فيها كده حوالي من معلقتين او 3 من الزيت، أو ممكن زبدة ممكن سمنة زي ما تحبي. وحطيت فيها حوالي 3 معالق كبار من الجزر والبصلايه كده، وبقى بردك البهارات بتاعتنا اللي موجودة في البيت، بس اساسها الكركم والكاري، بابريكا، ملح، فلفل اسمر، من كل حاجة بردك يعني ربع معلقة صغيرة. عشان انا هنا هستعمل الشوربة بتاعتنا اللي احنا سالقين فيها الفراخ، هسوي فيها الرز بصي هتديكي طعم جنين. فما تحاوليش خالص تكتري في البهارات، خلي البهارات ديت بالذات بتاعه الرز حاجه خفيفه خالص عشان الرز ما يحدقش معاك. بس الاساسي عندنا الكركم والكاري وشويه كده من القرفه، ده الاساسي عشان يعني تحسي كده بطعمها. هسيبه كده يغلي وهزوده كمان حوالي
ربع كوباية من المية. طبعا انا عاملة نص كيلو من الرز بيعملوا 3 كوبايات، بياخدوا 6 كوبايات من المية. لو انت هتعملي مية هتعملي شوربة، فانت مش عارفة تظبطي كده بعينيكي، طب احنا هنعاير بالكوباية. يبقى النص كيلو بيعمل 3 كوبايات من المج بتاع المطبخ، هياخد معانا 6 كوبايات يا اما من الشوربة يا اما من المية. بعد ما الرز بتاعي غلى كده وبدأ ينشف بالمنظر ده، هرفعه كده على نار هادية وهدي عليه خالص، وهسيبه يتردد كده مع نفسه، ويبدأ بقى كده يستوي ويكمل سواه. الوقت بقى هنحط الزيت بتاعنا وهنسخنه كويس جدا، وهنجيب الفراخ بتاعتنا من التلاجة وهنبدأ نسويها بالمنظر ده. الفراخ بتاعتنا مستوية، البطاطس مستوية، هي مجرد هتاخد لون ان احنا نسوي البيض والدقيق والنشا مش اكتر. يعني مجرد هتاخد معانا لون كده عشان قلبها يبدأ يستوي وتبيض معانا كده وتكون لذيذة. تحطيها كده على نار يا عالية متوسطة. يعني انا عمدا كنت بحطها على نار عالية الاول، وبعد كده بهديلها النار عشان تاخد معايا لون كده محمر ولون حلو. عايزاها تكون معاكي صفرة بس ما تحمرش او ما يكونش فيها النقط الحمراء. هتسوي على نار هادية خالص، بس كل مشكلتها ان هي هتشرب معاكي زيت. ممكن تسوي على نار هادية وبعد كده ترجعي بقى تعللها تعللها النار تقوم تنطر الزيت اللي شربته. وطبعا يفضل ان احنا نطلع في مصفى، ما نطلعش على مناديل ورق او نطلع على اي حاجة تانية. لا، لما بتطلعيها على مصفى بتصفي الزيت اللي موجود فيها، وفي نفس الوقت بتحتفظ بالقرمشة بتاعتها لفترة طويلة. وزي ما قلت لك، لو انت حابه تعمليها وتحتفظي بيها في الفريزر، حطيها بس في اطباق كده من الفرن وتغطيها بورق كده سلوفان، وتحطيها بس في التلاجة وتطلعيها على الاكل على طول. زي ما انتم شايفين حلوه جدا يا جماعه، وموفره جدا 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 ما شاء الله عليها. طعمها كان جنان. هي يمكن طلعت معايا حراقه شويه، بس احنا بنحب الاكل السبايسي. وهكمل بقيه القلي بالمنظر ده كده. بجيب الفراخ بتاعتي، بس طبعا بتكون خلاص الفراخ لما دخلت التلاجة بتكون اتمسكت كده وخدت يعني تحسيها بقت قوامها حلو. فانت بقى ظبطي بقى، لو حسيتي حته مش كانتش معدوله، حته كانت مفتوحه بتاع، لا انت بقى ظبطي كده. لما الفراخ بتنشف في التلاجة شويه او بتجمد في التلاجة شويه، بتقدري تتحكمي فيها اكتر. بس طبعا يفضل ان احنا نصبعها وهي تكون لسه سخنه، ما نحطهاش في التلاجة. وكده خلاص الاكله بتاعتنا خلصت. زي ما انتم شايفين الرز قد ايه مفلفل وجميل ما شاء الله عليه. انا قدمته بالشكل ده، يا رب يعجبكم كده كده وينور رضاكم ان شاء الله. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك عندي في القناه، وتحطوا كومنت كده حلوه من عندكم. والفراخ زي ما انتم شايفين اهي مقرمشه جدا جدا ما شاء الله عليها، وقلبها مستوي وابيض وجميل من جوه. جربوا الطريقه، بس ان شاء الله لو عجبتكم ما تنسوش تكتبوا كده كومنت حلو من عندكم. مع السلامه.